متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا كاملين في هذا الفيديو اللي غتكون هي الاخرى سنه 2022. كما شفتوا في العنوان، الفيديو غيكون على الحصيله ديال فريق الرجاء البيضاوي من شهر 1 حتى شهر 12. حصيله اللي كانت ضعيفه، واكثر حاجه ممكن نقولوا عليها هي انها متوسطه. غادي نشوفوا هادشي كامل بالتفاصيل والارقام، ونحاولوا نعرفوا حتى الاسباب اللي خلات فريق الرجاء البيضاوي هذا العام يخرج بصفر اللقب وحصيله كيف ما قلت ضعيفه. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش ديروا معكم ابوني ولايك وكومونتير للفيديو وتاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلكم ديما الجديد ديال لاشين. ونبداو. سنة 2022 بقينا مع لحظات قصيرة وتسالي كيف ما بدات عندنا حنا كجماهير فريق الرجاء الرياضي مستوى ضعيف جدا وإبداع جماهيري كبير اللي فات المستوى ديال اللاعبين مراحل كبيرة ودار اللي عليه طيلة العام. فشل كبير على المستوى التقني وكذلك على المستوى التسييري في الميركاتو الصيفي والشتوي، وعلى مستوى النزاعات اللي كتراكم على فريق الرجاء البيضاوي نهار بعد نهار، تغيير المدربين وعدم الاستقرار في الفريق. هادشي كامل ماشي انا اللي قلته من راسي، ولكن الارقام هي اللي كتحدث وتوضح ان سنة 2022 كانت من اسوأ السنوات في 22 سنة الاخيرة. ناخذ على سبيل المثال البطولة الوطنية اللي كانت فيها الكمالة ديال الموسم الرياضي 2021-2022. انتصرنا في 9 الماتشات وتعادلنا في 4 وانهزمنا في 2 اللي كانوا حاسمين باش اننا فقدنا المنافسة على اللقب واحتلينا المرتبة الثانية اللي فقط اهلتنا باش اننا نشاركوا في الشامبيونز ليغ. حمل واحد غيقول لك هادو نتائج ايجابيه والمرتبه الثانيه في ظل الظروف، ولكن فريق كفريق الرجاء الرياضي اللي عنده جمهور كبير وديما كينافس على الألقاب فالمرتبة الثانية كتعتبر إخفاق، خاصة أن هذا الإخفاق ما تمش الإصلاح ديالو أو التغيير ديالو، بل ولينا غادين في الأسوأ، حيث المرحلة الثانية من البطولة تسعود المقابلات الأولى من البطولة الوطنية ديال الموسم 2022-2023 نتائج أسوأ من هذه. حقق الرجاء 3 انتصارات و4 تعادلات و2 ديال الهزائم. الغريب في الامر هو اننا المقابلات ديال مركب محمد الخامس ما بقيناش كنديو فيهم 3 النقاط، ولا الجمهور داخل وهو شاك واش الرجاء غتربح ولا غتعادل ولا غتخسر، حين قبل كانوا الماتشات ديال مركب محمد الخامس مربوحين بنسبة 90%. هاد النتائج ديال البطولة كملات على النتائج ديال كأس العرش اللي تقصينا فيه من دور الربع في الديربي مع فريق الوداد ب2-0. النتائج ديال الشامبيونز ليغ ما كانوش احسن من هادشي، بحيث تقصينا في دور الربع النهائي امام فريق الاهلي المصري من بعد مقابله كبيره اللي كانت مركب محمد الخامس اللي دار فيها الجمهور الدور ديالو. ولكن العلم ديال المدرب رشيد طاوسي ما خلاناش اننا نتاهلوا في دومي فينال للتشامبيونز ليغ كانت سهله، وكان من الممكن اننا نحقق باركور احسن من هذا. كاين اسباب كثيره ومتعدده لهذه الاخفاقات والنتائج السلبيه، كيبقى ابرز سبب منها هو التغيير الكثير ديال المدربين. فريق الرجاء دوز المدربين في هذه السنه بلا ما نحسبوا المدربين المؤقتين، فبدينا العام مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس ورشيد طاوسي وجا فوزي البنزرتي، ودابا رحنا مكملين مع مدير الكبير. التغيير ديال المدربين كان معاه تغيير في الاداره المسيره ديال فريق الرجاء اللي عرفت 2 الرؤساء، كل من انيس محفوظ وعزيز البدراوي. انيس محفوظ كان من اكبر الاسباب والاشخاص اللي ساهموا في هذه الحصيله الكارثيه ديال 2022. وبمجرد ما تولى الرئاسه ديال فريق الرجاء وعد الجمهور بانه غتكون تغييرات كبيره، خاصه اننا كنا على ابواب الميركاتو الشتوي. لا رياليتي فو بارل، والبريز هو رمز اللائحه ديالنا. اليوم الكوميتي خارج، غدا حنا واجدين وغادي نصحوا جميع الاخطاء. ولكن ودار واحد الميركاتو الشتوي ما يمكن القول عنه انه رديء، وجاب شي لعابه وقيل كيعرفهم غير هو وبانوا لي انه يصلحوا يلعبوا في الرجاء. عزيز البدراوي بدا الخدمه ديالو من موراه ودار مجموعه من الاشياء السلبيه والايجابيه، ولكن ما نقدوش نحكموا على الفتره ديالو حتى يسالي هذا الموسم الرياضي ما بين تغيير المدربين وغياب الروح والتسيير الفاشل ديال المكتب المسير. كيبقى جمهور الرجاء البيضاوي هو العلامه الكامله والحلقه الاقوى في الشيء كامل. الجمهور ديال الرجاء ساهم هذا العام ابداعات كبيره في تيفوات وتنقلات، واللي ما بخلش على المسانده ديال الفريق ديالو
طيلة الموسم. شحال من مرة كانت الرجاء خاسرة، ولكن الماتش الجاي كتلقى المركب محمد الخامس مملوء عن آخره، كأن حتى شي حاجة ما كاينة. هادشي كامل على قبل فريق الرجاء، باش ان شاء الله نشوفه ديما متألق وينافس بقوة على اي منافسة دخل ليها. اخر حاجه غادي نختموا بها هي واحد التصريح ديال المدرب رشيد الطاوسي من بعد المقابله ديال فريق الرجاء البيضاوي سريع واتزم، اللي كتعتبر من اسوأ المباريات في هذا العام. هذا التصريح هذا كيبين لك بشكل مختصر سنه 2022 كيفاش دازت عند فريق الرجاء البيضاوي. راك شتيه التشكيله الاساسيه متولي. كان متولي. بالنسبه لي الحاله النفسيه ديالو كتحسن باش يكون كاحتياطي ويدخل باش عاد يقدر يعطي اضافه لعده امور. اولا لانه اليوم لعبنا في 4 العشيه، ما لعبناش في الليل، و4 العشيه يعني بدنيا قلت غادي يقدر يعطي اكثر، يعني في الدقائق الاخيره باش يقدر يعطي. كنظن انه ما بقى ما يتقال من بعد ما سمعنا التصريح اللي كيبين بشكل واضح كيفاش دازت سنه 2022 عند فريق الرجاء البيضاوي. هادشي علاش غنساليو هاد الفيديو هنايا، ونتمنى ان نكون وصلت لكم الفكره مزيانه وقربتكم من اي حاجه وقعت في 2022 واخا ما كانش داكشي زوين من ناحيه الكره. ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.